لاباس عليكم؟ هانيين اموركم مزيان؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي، قناه ريتاج للطبخ وكل ما يخصك سيداتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك تيجي رائع جدا. المكونات بسيطه كيف ما شفتوا معايا في الصوره. تنحتاج 4 ديال البيضات، 2 خمارات ديال الحلوى، كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء، واحد الياغورت فاني، واحد الكاس ديال سنيده، وعندي الدقيق الابيض باش غادي نخلط، وعندي 2 تفاحات للتزيين. غادي ناخذ دابا البيض، غادي نطربو، غادي نقسم البيض، غادي ندير 4 البيضات يكونوا كبار، لان انا غادي ندير مول كبير. الا كنتو غديروا مول صغير يمكن لكم ديروا غير 2 بيضات يكفيو. غادي ندير واحد القريصه ديال الملحه، وغادي نطرب البيض مزيان. بعد ما خلطته غادي نزيد كاس ديال الماء، غادي نطرب واحد شويه، وغادي ندير واحد الياغورت، وندير واحد المعلقه صغيره ديال الخل، غادي ندير كاس ديال سنيده، وغادي ندير كاس ديال الزيت. الزيت غادي نبقى نزيدها شويه بشويه ونبقى نخلط. صافي غادي نديرها دابا في المول. غادي ناخذ هذا المول، غادي ندهنو بالزبده، غادي ندهنو مزيان باش ما يتلصق لياش الكيك في المول بحال هذا الشكل. غادي نرش عليه الدقيق، غادي نخوي الكيك ديالي بحال هذا الشكل. غادي ناخذ التفاح ونقطعو على هذا الشكل شرائح، غادي ندير عليه واحد شويه ديال الدقيق، ندردر عليه الدقيق باش ما يهبط لياش في الكيك، يبقى من الفوق. غادي نلبس ليه الدقيق كامل بحال هذا الشكل، وغادي نزين به الكيك من الفوق. نحاول نحط تفاح بحال هذا الشكل.
صافي من بعد ما كملتها بالتفاح كيف ما شفتوا دورت عليها كامله التفاح. دابا غادي نديرها في الفران طيب على عافيه مهيله، من بعد غادي نوري لكم النتيجه كيف كتجي. من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل كيف ما شفتوا، التفاح كي تيبان من الفوق وكتجي محمره. دابا غادي ندهنها بالناباج، غادي ندهنوها بالناباج باش تعطيها واحد اللمعه من الفوق. صافي بحال هذا الشكل. يمكن لكم تدردروا عليها الكوك اولا زنجلان اولا لوز مكسر، المهم تزيين على حسب الرغبه. صافي هذا هو الشكل ديالها النهائي. كيف ما شفتوا كتيجي التفاح فيها تيبقى باين من الفوق، كتجي رائعه في المذاق، هشيشه وكتجي منفوخه وتجي ناجحه 100%. نتمنى تشجعوني باللايك ديالكم، ومع السلامه الى فيديو لاحق ان شاء الله.